السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين لكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا في القناه لو لسه مش مشتركين. النهارده هنعمل صينيه كيكه. سلفتي اللي هتعملها وهتقول لكم المكونات والطريقه ازاي. يلا يا شوشو. 5 كوبايات دقيق. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه الاول؟ وكوبايه لبن وكوبايتين سكر وكوبايه زيت واربع بيضات وكيك شيف وفانيليا وسمنه بلدي للطعم وبرتقال. هي كيكه البرتقال اصلا. الطريقه بقى. طريقه. هتجيبي ايه؟ الخلاط بتاعنا. نجيب الخلاط. تحطي ايه بقى؟ هحط البيض الاول واضربه بالفانيليا. ماشي. هحط البيض الاول واضربه في الخلاط بالفانيليا لحد ما يعمل فوم. كم بيضه يا شوشو؟ عايزين 4 بيضات. عايزين ذره ملح صغنونه ونقطه خل برضه ما جبناهاش. ماشي تمام. حطينا ذرة ملح صغيرة في الدقيق. هضرب البيض بالفانيليا. خلاص. هضرب البيض والفانيليا واعمل في الخلاط وارجع لكم تاني. بحط الكيك شيف او البودر هنا. المفروض كان يتنخل مع الدقيق بس احنا نسينا. حطي على الدقيق. المفروض كان يتنخل مع الدقيق. قلبيه بالمعلقه وخلاص. فين معلقة خشب؟ جنبك هنا في معلقه اهي. عايزة معلقة خشب. هاتي من الدرج. انا ضربت كل المكونات هنا. عملتي ايه بقى؟ قولي لي. حطيت البيض والفانيليا والسكر والزيت واللبن والبرتقال وضربناهم كلهم في الخلاط. ما رضيتش ماشي. اصور لكم كل حاجه علشان صوت الخلاط ما يبقاش مزعج يعني. واحط هنا على الدقيق. هتنزلي كله مره واحده؟ نضرب. ثواني. بتقلبي كله في اتجاه واحد. حطيتي الفانيليا بيكنج باودر وكله؟ كل حاجه. السمنه بقى بتحطيها فين؟ حطيتي ذره الخل؟ لا، ذره الخل بعد ما اقلب. احط حته سمنه كده صغيره بس. لو كده حطيها حته في الصينيه وخلاص طالما ما حطيناش من البدايه. عادي، احنا عايزينها عشان ما تتعمل. تكلكلش. مش هتكلكل. عشان ما دوبناهاش في الساق. عادي عادي. الدوب. مش عارفه ما جبتش المضرب. طب ما اهو اضربي المضرب ده. المتاح بقى نشتغل بيه. ولمعه. هنقلبها كويس زي ما انتم شايفين كده الطريقه. في اتجاه واحد. وفي اتجاه واحد. وتقلبها كويس خالص لغايه اما الخليط يتجانس مع الدقيق والمكونات بتاعتنا كلها تبقى واحد. وهحط نقطه خل معاكم. ده على فكره بيعلي في الكيكه برضو، بيخليها حلوه قوي. برضو لو انتوا عايزين تحطوا نص ليمونه حطوا نص ليمونه عادي. الخل بقى المفروض يتحط مع المكونات السائله بقى ولا لا، بتحط كده عادي؟ بتحط كده في النهايه. هنقلبها بقى ونرجع لكم مع بعض. الصينيه اللي هنعمل فيها الكيكه وهدهنها بحته سمنه بلدي كده. هات البتاع بتاعنا. صحيح على البوتاجاز ولا عادي؟ عادي، هدهنها كده. السمنه ماسكه نفسها عشان احنا في البرد. معذرة مع الصوت يا جماعة. هنغلف الصينية بشوية دقيق كده والآخر هنغلف الصينية بشوية دقيق. طبعا هنصفي الزيادات وارجع لكم تاني. كنا نولع الفرن قبلها بس هنسيبها ترتاح شويه على ما ترفع شوية على ما تسخن عادي. على ما الفرن يسخن.
بقى شكل الصابون. ارفعي ودبيها على الرخامة بقى. هتعمل صوت. اكسري الرخام، رخامة. اكسريها، لا اكسري. هتكسري لنا الرخامة اهي بس عشان ماما تطيرك النهارده. يلا خلاص، يلا نروح نشوف الفرن بتاعنا. لما اقول ان حطيناها في الفرن. عشان زين على قد القطعة بس، اللي حابب حاجة ياكلها يزينها اهو، عشان في غيرنا مش حابب التزيين. هي لونها في الطبيعة مش كده، هي جاية غامقة شوية. بسم الله، هي سخنة قوي بس هنقطعها عشان نوريها لكم. هشة وجميلة ما شاء الله. تسلمي ايدك يا شوشو. بس هي سخنة، المفروض ما نقطعهاش دلوقتي يعني. سخنة قوي. سخنة قوي. بس عشان نوريهم برضو هي عاملة ازاي. ما شاء الله. حلوة يا ماما؟ شكلها جميل. بس هي جاية في الفيديو غامقة شوية، هي في الحقيقة أحسن من اللون. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي فوق كده. كده. ما شاء الله ما شاء الله. ايه؟ ريحة حلوة قوي. الريحة عاجباك؟ لا وما شاء الله وريهم من تحت كده عاملة ازاي يا شوشو. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين القوام عامل ازاي؟ ما شاء خالص الله. ما شاء الله، ومن فوق وتحت تحفة. هي سخنة بس قوي. هي سخنة لسه، عايزة تستوي ترتاح. تسلم ايديك يا منى، ما شاء الله جميل. واللي عايز بقى حاجة هنحط له الصوص اللي هو عايزه، او ياكلها سادة كده زي ما يحب. جميلة تحطوا جميلة. لايك للفيديو، تشتركوا معانا في القناة لو لسه مشتركين، ومع السلامة.